السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. النهاردة معانا أكلة جديدة من أكلات نقول العيد. قلنا نخرج كده ونعمل أكلة كده كده الولاد كلهم بيحبوها وبيحبوا طبعا وبيعشقوا أكل المطاعم. وبما اننا في العيد نعمل برضو فتة، بس بقى مش فتة بتاعتنا، لا، فتة الشاورما. جبت هنا اول حاجة بصلة وطماطمية وفرمتهم فرم ناعم عشان انا عايزة المية بتاعتهم. بعد ما صفيتهم كده وخدت المية بتاعتهم وركنت بقى التفل بتاع البصلة والطماطمية، جبت زبدية ودمجت الزبدية مع مية البصل. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده ادمجهم مع بعض. وبعد كده جبت عصرت ليمونتين وضفتهم على على الخليط ده. بعد ما عصرت الليمونتين وضفتهم بقى على الخليط، دقيت في الهون بقى شوية توم كده محترمين، كام فص توم، هاخد منه معلقة كده زي ما حضراتكم شايفين، ونضيفهم برضو على الخلطة بتاعتنا. بعد كده بقى اجيب بهاراتي بقى العادية اللي هي فلفل اسود وشوية سبع بهارات وشوية بابريكا وشوية توم باودر وشوية بصل باودر، وكمان هحط شوية كزبرة. في طبعا حد ممكن يحط اللهم صل على النبي جنزبيل فريش، بس بصراحة انا مش بفضله، مش هيعجب حد في الولاد. فبحط الحاجات المتاحة عندي وفي نفس الوقت اللي انا عارفة ان الولاد هياكلوا بيهم الاكلة. كل واحد فينا ممكن يحط البهارات اللي هو شايف ان حد من الولاد هتعجبه. انا حطيت الحاجات اللي انا عارفة ان الولاد هيرضوا ياكلوها بيها. حطيت هنا شوية زيت بما يعادل ماء، يعني مثلا ربع كوباية كده بس او اقل شوية. ودمجت بقى كل دوت. وبعد كده اضيف الفراخ بتاعتي بعد بقى ما صفيتها كويس من المية، بعد ما ما غسلتها كويس وشطفتها وصفيت كويس المية منها. وبعد كده اخدها احطها في الخليط بتاعي دوت واسيبها شوية منقوعة كده حسب الوقت بقى المتاح بالنسبة لي. انا سبتها بتاع نص ساعة بس. وبعد كده هنشوف على ما سبتها نص ساعة هعمل حاجة تانية. جبت هنا عندي شوية زيت وحتة سمنة برضو بلدي، وهنا جبت كام فص مستكة هضيفهم على شوية الزيت وحتة السمنة بتوعي يتشوحوا. وهنا حطيت حبهان مطحون. برضو يا جماعة التوابل زي ما كل واحد فينا بيفضل. في ناس بتحط لومي وقرفة وعود قرفة، بس انا عارفة ان الحاجات دي مش هتعجب الولاد، فانا بعمل الحاجات اللي هتعجبهم وهيدوا ياكلوها. جبت هنا عندي بقى شوية من البصل اللي انا كنت مصفياه من على الخلطة بتاعة الستريبس او البانيه، وحطيتها. وبعد كده شوحت. وبعد كده ضفت المية. انا بضيف المية الاول، مش بشوح الرز الاول. وكنت جبت الرز وطبعا حطيته في مية مغلية، رز بسمتي، وسبته يتنقع شوية. وبعد كده صفيت عنه المية زي ما حضراتكم شايفين كده. وه والمية طبعا بتاعتي غليت، هضيفه في في المية اللي غليت ديت. وطبعا بعد ما حطيت الملح ودقت الحدق ولقيته مظبوط، وهدمج بقى كل الحاجات دي مع بعض. وبعد كده هقوم جايه سايباه يستوي براحته، ولما طبعا يغلي ويشرب ميته هوطي عليه واسيبه يستوي ويكمل سوايه على راحته. وبعد كده نقوم داخلين على بقيه بقيه الطبخه وبقيه الاكله بتاعتي. جبت هنا برضو المقليه بتاعتي وحطيت فيها شويه زيت وحته سمنه. وهاخد بقى البانيه بتاعي بعد ما سبته نص ساعه في الخلطه الجميله التحفه دي، والريحه مش قادره اوصف لكم، جباره بالف هنا وشفا يا رب. هنا دمجت بقى، هنا قصدي حطيت بقى في الطاسة الب... البانيه او قطع الستريبس بتاعتي او قطع الشاورما ايا كان، هاخدها تتشوح. باخد بقى كده وافردها كده لحد ما بتاخد صدمة كده. كل الطبق يعني الجزء الاولاني ده اللي انا ضفته ياخد صدمة بس، وبعد كده ارجع اقلبه. بعد ما ياخد صدمة بس من الوش الاولاني، بس هي طبعا كان فيها الصوص بتاعها كان كتير، وانا مش عايزه ينزل منها ميه، عشان انا عايزه اصدمها بس واقلبها وارجع احط بقيه الكميه اللي موجوده معايا. هنا هتاخد صدمه واقوم جايه ركناها كده على جنب، واقوم جايبه بقى الجزء اللي فاضل واقوم برضو مدياله صدمه هو كمان. وبعد كده هكون محضره عندي بقى بقيه الحاجه اللي انا هضيفها عليها، اللي هي بصل وفلفل الوان وطماطم. بس طبعا الطماطم انا مش حاطه طماطم كميه كبيره،
وفي نفس الوقت الفلفل والبصل ممكن من حد فينا او جزء مننا او ناس يعني ممكن تكون عاملاه بطريقة ان هي هتقطعه جوليان. انا برضو زي ما قلت لحضراتكم لو عملته بالطريقة دي مش هيعجب الولاد، فانا بقطعه، بس بقطعه خشن شوية زي ما حضراتكم شايفين كده. فقطعته خشن وضفته فين بعد ما كل الستريبس بتاعي او البانيه بتاعي اتشوح كويس جدا. ضفت البصل بتاعي، وبعد كده هضيف الفلفل الالوان برضو فوق البصل، واسيبهم بقى يتشوحوا وياخدوا يدوا مع بعض. والريحة كانت والله العظيم في منتهى الجمال. جربوا الطريقة ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. في نفس الوقت دي الاكلات اللي بتعجب الولاد، اللي هم يعني اول ما بينزلوا او اول ما بيخرجوا بيروحوا يشتروها ويفضلوها جدا. فانا اللي احنا لما نعملها في البيت ليهم، بس طبعا مهما يكون احنا هنعملها بطريقة انضف وبحب طبعا، لان كل حد فينا بيعمل اكل لولاده بيعمله بحب. وهنا طماطمتين ما عملتهم بشرتهم بالمبشرة، مش عايزة طماطم كتير، بس برضو الطماطم بتديها تسكيرة كده وبتخلي الفراخ بتاعتي جوسي كده وبتبقى جميلة كده. هسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض، وبرضو مش هوطي النار ولا حاجة، بس هغطيها شوية لحد ما ما تاخد وتدي من كل الخلطة اللي هي فيها ديت. وبعد كده نشوف تستوي وهطفي عليها. جبت هنا بقى الخلطة اللي انا هحطها فوق الفتة. هي عبارة عن ربع كوباية يعني او معلقتين 3 طحينة، وعادي اكننا بنعمل سلطة طحينة بس من غير ما نضيف خل. هعمل عادي سلطة طحينة عادية. حطيت فلفل اسود وشوية كمون وشوية توم باودر وشوية بصل باودر، وحطيت مية علشان اخفف الطحينة بتاعتي، وعصرت نص ليمونة بس مش كتير. وبعد كده عندي الزبدية اللي قدام حضراتكم ديت هضيفها على الخلطة ديت وادوق الحدق بتاعي. وطبعا حطيت حتة تومة، وبعد كده ندوق الحدق ونشوفه مظبوط ولا لا. بس ودي كانت يعتبر الصوص او الخلطة اللي انا هضيفها فوق الفتة على ما نيجي نغرف. وطبعا انا بدربها كده بالشوكة، ولو لقيت فيها اي تكتلات بنجيب اللي هو المضرب عادي ونحاول نعملها بالمضرب. وزي ما بقول لكم حطيت شوية ملح وخلاص كده اسفة. وكده خلاص الخلطة بتاعتي او الصوص بتاعي اللي انا هحطه فوق الفتة يكون جاهز. وهنا كمان الفتة الشاورما او الشاورما بتاعتي خلاص بالظبط اتظبطت كده وتمام. انا عايزة يبقى فيها شوية صوص كده جوسي كده، علشان لما اجي اضيفها على الرز واضيفها على العيش تبقى كده طعمها مميز وطعمها مختلف. هنا بقى جبت الرز بتاعي وهجيب شوية كركم وشوية لون طعام كده اصفر، وهضيفهم على على الرز يعني اوزعهم بس بطريقة عشوائية كده، عشان انا عايزة الرز يبقى شوية ابيض وشوية لونه لون الشمس كده. بس طبعا برضو ما ظبطتش معايا وهتشوفوا معايا بقية الفيديو. وهنا جبت العيش بتاعي ايا كان عيش بقى، طبعا في احنا بيقولوا بنجيب العيش الشامي، بس انا بصراحة ده كان عندي عيش موجود، فانا حطيت عليه شوية سمنة وحمرته كده. عيش البلدي العادي بتاعنا ابو ردة، وحمرته وهضيفه. وده الرز خلاص كان تمام كده استوى وبقى زي الفل. هاخد بقى العيش بتاعي بعد ما حمرته هضيفه في طبق التقديم، وبعد كده هجيب شوية من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض وهضيفه على العيش بتاعي. مش عايزاه يبقى كله متغرق، بس انا عايزة كده يديله طعم كده، وشوية الصوص اللي انا عاملاهم يدوله طعم مميز ومختلف. وادي الرز بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. كانت بجد الاكلة جميلة جدا وعجبت الولاد جدا والله، كانوا منبهرين بيها. بألف هنا وشفا يا رب. متنسوش بالله عليكم تعملوا لي لايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبالله عليكم تدعموني، بالله عليكم. انا نفسي ان انتوا تدعموني عشان القناة تكبر بيكم ونوصل ان احنا نفعل القناة. وفي نفس الوقت اللي بيشوفني برضو على الفيسبوك اتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو كتير
وتكتبوا لي كومنت كويس عشان برضو يرفع الفيديو والصفحة تكبر بيكم ويبقى فيها عدد مشتركين كبير. يا ريت بجد بجد يا جماعة، اتمنى منكم ان انتوا تدعموني علشان اكبر بيكم ومعاكم. ودقتها هنا وكانت بجد تحفة، العيش مقرمش وجميل، والخلطة اللي محطوطة عليه مخليات اطعم واطعم، والرز بألف هنا وشفا، والفراخ مستوية جدا. واشوفكم بكرة في فيديو جديد، مع السلامة.